بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. صدق الله العظيم. يعني أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها يعني أمنا جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم كانت الحبيبة المقربة إليه صلى الله عليه وسلم، أقرب نسائه إليه على الإطلاق. أم المؤمنين هناك من الموتورين، وعلى رأسهم ياسر الخبيث، هذا الكويتي الهالك المطرود من دولة الكويت الشقيقة. أقام احتفالا كبيرا جدا يعني بمشاركة كبار مثقفي وعلماء الشيعة وشعرائها. يعني هذا الاحتفال يعني ربما يعني كنا نحسبه مثلا لتجميع الأمة، كنا نحسبه الاحتفال بنصر أحرزوه، أو يعني شيء فعلوه يعني يوجب النصر للأمة، ولكن هذا الاحتفال مشاهدينا الكرام الأعزاء كان فقط للطعن ولسب أم المؤمنين. ويعني ليس هذا فقط، يعني بمناسبة وفاة أم المؤمنين. يعني تخيلوا احتفال يقام في لندن، يعني عاصمة يعني عاصمة غريبة عن دولنا الإسلامية، وترى مسلمين يسموا مسلمين يحسبون على الإسلام، يحسبون على الدين الإسلامي للأسف الشديد. هم دين جديد، يعني الشيعة دين جديد، دين آخر خالص مختلف. يعني صاروا في ركب اليهودية والمجوسية فاخترعوا لنا دينا جديدا. أم المؤمنين مشاهدينا الكرام تم الاحتفال بوفاتها بالأمس، وكان من بين المحتفلين أو على رأس المحتفلين ياسر الخبيث، ذلك الشيعي الهالك، وغيره من شعراء الشيعة، احتفالا بوفاة أم المؤمنين وأمنا جميعا رضوان الله عليها. لعن الله من فعلوا هذا الاحتفال. تعلمنا اللعنة من هؤلاء. نشاهد هذا الفيديو. اللهم لعن أبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعائشة وحفصة وهند وأم الحكم. اللهم وضاعف لعنتك وبأسك ونكالك وعذابك على الذين كفرا نعمتك وخونا رسولك واتهما نبيك. اللهم لعنهما وابنتيهما وكل من مال ميلهم وحذا حذوهم وسلك طريقتهم وتصدر ببدعتهم لعنا لا يخطر على بال. أني أريد أن أثبت أن عائشة بنت أبي بكر اليوم في النار، بل هي في قعر جهنم. رسول الله صلى الله عليه وآله كثيرا ما كان يحذر عائشة من سلاطة لسانها. للعلم عائشة كان لسانها قذرا فحاشا سبابا إلى أقصى درجة. كانت امرأة قليلة أدب، تسب على المليان. أجملت تبغلت ولو يا بنت شيخ الضلال، يا بنت شيخ الضلال، عالجمل بين الرجال من تخيرت القتال. حاربين اظهر وليد حاربين، الباري يلعن والأنام، الباري يلعن والأنام، كل من ضد الإمام لا هي بدعة ولا حرام. لعن من خالف عليه، لعن من خالف عليه، بلا تجاوز للخطوط، لا تجاوز للخطوط. ضد علي اختار السقوط، نذكرك بامرأة لوط، ذكرك بامرأة لوط، ذكرك بامرأة لوط. والمثل واضح جليه، والمثل ايه والمثل واضح جليه. تبت يداك يا عائشة المجوني، يا من رضعت الغدر من ثدي خؤوني. تبت يداك وكل من شرب الخنا من منبع الأقدار والحقد النتوني. فالإفك في دين الحميرة قربة والقذف نافلة لدى أهل المجون. يا قاذفة الأعراض إنك فاحشة ودليل فحشك في النصوص والمتون. إن مر موضوع الحميرة فارمها في مقعد المرحاض ولتسحب سفوني. أمام يا أمام لا تحزني
بي وكل الأقربين. جعلت فداك فأنت عنوان التقى والطهر والإيمان والعقل الرزين. ولقد رماك المرجفون بفرية تنبيك عن غدر وعن حقد. عدنا مشاهدينا الكرام. كان الشيخ الشيعي صادق المحمدي يعترض على فضيلة الشيخ عدنان بأنه قال هم كاليهود. بالفعل ما شفناه وشاهدناه الآن هو شغل يهود، كما قالت اليهود عن أمنا مريم يعني التي اصطفاها الله على نساء العالمين، قال الشيعة عن أمنا عائشة نفس القول بالضبط. هذه فيها قرآن يتلى إلى يوم الدين، وعائشة فيها قرآن ببراءتها وطهارتها يتلى إلى يوم الدين. ولكن هؤلاء اليهود ياسر الخبيث وغيره من الشيعة في العالم تجرؤوا على أم المؤمنين. نذكر حضراتكم بعد هذه الحلقة ببرنامجكم برمجة التشيع، وقدرا والله لم تكن محسوبة. أبلغني الشيخ نواف مدير القناة أن الحلقة اليوم دون اختيار منا كانت بعنوان حرب خاسرة ضد أم المؤمنين. أقسم بالله على ذلك أنه دون أن نعلم أن هناك من تجرأ على أم المؤمنين في احتفال بالأمس في لندن، كانت الحلقة اليوم حرب خاسرة ضد أم المؤمنين. يرجى المشاهدة بعد هذه الحلقة من كلمة سواء. تفضل شيخ. كنت أتمنى ألا يذاع هذا الشريط في حق الطاهرة المطهرة أم المؤمنين، فلنا شعورنا وللأمة الإسلامية شعورها، وهذا من أكبر الأدلة. والله لا يستطيع إنسان أن يتحمل هذا. وأنا أقول بكل جرأة وثقة بالنفس كلهم على هذا المنوال، ولكن بعضهم يتقن التقية وبعضهم لا يتقن التقية.